السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجب أسلوب. الحمد لله الذي نور بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجب أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأسكتت حكمته الحكماء وأذهلت روعته الخطباء. فالقرآن الكريم هو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو النور المبين والذكر الحكيم والصراط المستقيم، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، العظيم الكريم رب العرش العظيم، القائل سبحانه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وأشهد أن نبينا وعظيمنا وقائدنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وعاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت، يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين، حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق، ونشر أضواء الحق والخير والتوحيد والإيمان كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء، وأيتها الأمهات الفضليات، وأيها الإخوة الأحبة الأعزاء، وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وقولكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على صفحة الإنستغرام على طاعته، أسأله سبحانه أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، موضوع خطير ومرض استشرى في جسد الأمة، واقع أليم تحياه أمتنا، وبعد يدمي قلب كل مسلم غيور، حيث صار الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله ينشغلون بالمباراة الفلانية وبالمسلسل الفلاني وبالأغنية الفلانية وبالمسرحية الفلانية، ونسي الخلق كل الخلق إن لم أعمم كتاب ربهم الذي هو دستور الكون، الذي هو المتصف بكنز المعاني وبحر الحقائق ونهر الجواهر ودرج زواهر ومعين درر وعالم علم وعذوبة لفظ ودقة أسلوب وجمال بيان، ولم لا، وهو كلام الرحيم الرحمن. ابتعد كثير من الخلق عن هذا الكون في الوقت الذي اقتحم كل الخلق كلاما يعتبر من مزامير الشيطان. فنحن سنناقش مع أخينا محمد يوسف حمصي إن شاء الله هذا الموضوع: كيف حالنا مع القرآن، وكيف نستقيم على القرآن، وكيف تسير حياتنا، وكيف نجعل القرآن دستورا لحياتنا. هذا ما سنعرفه مع أخينا الحبيب الأخ مأجورا بإذن الله عز وجل، ننتظر أن يلتحق بنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا يا مرحبا بمن أنار البث
حياك وأسعدنا. الله حبيبي. أنت كل من يخرج للبث تقول له نورت، هذا نورك يا حبيبي. بارك الله فيك. والله أنتم من تزيدوني نورا، ولهذا أنا أرد الحق لأهله، وإلا فهذا ليس من الدين. الله من لا يكرمك يشكر هذا. الناس من لا يشكر الناس لا يشكر الله. وأنا لا أشكر ولا أجامل أحدا على حساب ديني إلى أن ألقى الله، وإنما أقول الحقيقة. أقول إنني أشهد الله أنني أحبك في الله، وأحب كل داعية إلى الله عز وجل يسير على طريق الدعاة الربانيين والعلماء الصادقين، بكل ما أوتينا من علم ولو كان قليلا، ولو كنا طويلبو علم، ولكننا نمتثل لقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. لمن يا رسول الله؟ لله ولرسوله وللمسلمين ولأئمة المسلمين. فنسأل الله أن يجعلنا موفقين في السير على هذا الدرب، إنه ولي اللهم ذلك. آمين. اللهم آمين. تفضل أخي الحبيب. كيف حالك وأحوالك؟ أنا بس عم بظبط والله سبحان الله لا القاعدة بأس. نسيان. لا الصوت بأس. الصوت يتردد لا، ولا نظام؟ الصوت تمام. الصوت تمام. تمام الصوت تمام. تمام. طيب الحمد لله. تمام. أنا الذي إذا عندك تمام، يعني الصوت تمام، الصورة تمام. طيب عندنا تمام، عند الإخوة. الإخوة يعني فليكتبوا لنا في التعليقات إذا كان صوت أخينا يوسف أو صوتي أنا يعني واضح، وأعوذ بالله من قولة أنا. إن كان الصورة والصوت واضحا فاكتبوا لنا حتى نرتاح من ناحية يعني وضوح الصورة ووضوح الصوت، حتى يتسنى لكم أن تتلقوا المعلومة بإذن الله عز وجل. فاكتبوا لنا حتى نعلم بإذن الله. ونشارك هذا البث لأحبابنا ومن نحب حتى يكون فيه الخير. وأيضا من أراد أن ينال شرف هذا الحديث فليفعل فعل ما قاله أخينا يوسف: فرسولكم عليه الصلاة والسلام ومن نقتدي وبمن نقتدي إن لم نقتدي بسيد البشرية. يقول: نعم. الدال على الخير كفاعله. الدال على الخير كفاعله. أصلها يعني بلغوا عني ولو آية. وإن فسرنا الحديث فبلغوا تكليف. أنا قلتها مرارا، ولكن أريد أن أتعمد يعني أن أكررها حتى يتسنى للإخوان أن تترسخ المعلومة. بلغوا تكليف عني. عن من أخي يوسف؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أليس شرفا؟ الله. بل هو شرف الشرف. أفضل الشرف. بل هو شرف الشرف، طهر الطهر وشرف الشرف صلى الله عليه وسلم. عني، عن رسول الله، تشريف، ولو آية، تخفيف. فإذا كنا لا نستطيع أن نبلغ ما كلفنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نخرج وننصح إخواننا، ليس يعني دائما في الفضائيات أو في مواقع التواصل، ممكن يعني حتى في الشارع. فإن لم نستطع ووجدنا قناة هادفة أو شخصا هادف، نحن لا ندعمه لذاته، فالذات تذهب. النت يا شيخ عمران، النت، الإنترنت عندك يا شيخ عمران. النت مرة أخرى. الله المستعان. ليش هيك يحصل؟ ما كان يحصل هذا. النت في المغرب يا أخي، الله المستعان. الله. لكن الصوت واضح الآن. عاد تمام. الحمد لله. طيب، أنا قلت نحن لا ندعم ذواتنا، فهذه الذات تذهب، لكن يبقى ما قامت به هذه الذات. فإن نشرت خيرا وصلاحا وهدى ونورا وبيانا يسري ما بقيت الدنيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. في المقابل، إذا نشرت تفاهة فانية بفناء الدنيا فإنك ولا حول ولا قوة إلا بالله تفسد واقع الأمة. ولكن أبشركم بشرى: الأمة لا زالت بخير، وكانت ولا زالت وستظل إن شاء الله بخير. ولا زال هناك دعاة، وهناك أسود سنة بالحقيقة وبصدق، أسود سنة
لا والله أنا لا زلت أخطو، ممكن الله كمثلك أنت يعني، ممكن يعني لا أنت وأنا يعني، ما هذه المعادلة الرياضية الغير مفهومة؟ نحن والله لا زلنا نتعلم. ربما أنت عند الله أحسن من ألف يوسف. أستغفر الله، أعوذ بالله، لا أعوذ أعلم. بالله، ومن أنا؟ والله أنا لا يعني لا أسوأ أمام نبينا يوسف قدر هذا الأظفر يعني، أمام عالم أو أمامك أنت لا أسوأ قدر استغفر الله. هكذا. والله أنا لا أسأل أحسبك الله أن يعني، لا يجعلنا. أقول لا أقول أنك عالما، فنحن كلنا طويلبو علم، ولكن أنا أمامك أنت قسما بالله لا أسوأ قدر هذا الظفر. لا 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 والله، تكمل، لا تكمل، لا تكمل والله، بالله عليك. والله العظيم، حقيقة أنا لا يعني لا ترمي، لا شيء، ترمي وجه أخيك بالتراب. لا شيء، أبدا أبدا، بالعكس أنا أتعلم منك. يا استغفر أخي الله. ابتسامتك، يا أخي ابتسامتك أجمل من ابتسامتي، وأنا أتعلم من ابتسامتك. لا لا يا شيخ، والله أنت سبحان الله بهذا العمر. والله أنا أقول يعني أنت سبحان الله. يعني نحن كلنا بهذا العمر الله اختصنا بهذا العمر حتى نخدم دين الله. فهذا نعم، فضل وشرف من عند الله. كما قلنا النعم ليس فقط النعم هو أن يعطيك الله مال أو يسخر لك مال. ربما صديق صالح، هذا خير، هذا وأنت نعمة، هو، هذا فضل. وأنت رمز الصلاح، أنت رمز نعم. الصلاح يا أخي. وربما نعم نعم، وربما شاب ينشئ في طاعة الله، الله يهديه ويرشده لطريق الحق. هذا فضل من الله، نعمة من الله. لا نظن أن فقط النعم هي بالمال، الشيء الملموس أو المحسوس، إنما فضل الله عظيم، فضل الله كبير. ربما الحمد لله الله هدانا في هذا العمر، هذا فضل من الله. كم من الناس أعمارهم 50 و60 وما زالوا في المعاصي، وما زالوا في أشياء لا ترضي الله. نحن في هذا العمر الله اختصنا لنصرة هذا الدين بوقت الفتن، الحمد لله، وجعلنا من الحمد هؤلاء لله. الغرباء الذين يكونون في وقت الفتن غرباء وهم قليلون. كم هذه نعم، ولكن نحن ما نتفكر سبحان الله، ما نتفكر نعم، بنعم الله، فقط نظن نعم الله أنه العطاء المادي، بارك الله فيك. وهذا خطأ كبير. الآن أنا عندما وجدت أخي عمران أنا حمدت الله لأن هذه نعمة، هذا صديق صالح. استغفر الله. سبحان الله، لأن الصديق الصالح سينادى يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ الله أكبر. الله أكبر. لا ينادى أين الذين باعوا واشتروا، أين أصحاب السيارات، أين أصحاب الطيارات، أين من اخترعوا الطيارة، أين من اخترعوا السيارة. لن يقال هذا الكلام. سينادى: أين المتحابون بجلالي؟ ماذا يقال لهم؟ اليوم أظلهم بظلي يوم لا ظل إلا ظلي. الله، ألا يكفينا شرفا يا أخي عمران بسبب، وإن خرجنا من هذا البرنامج ما استفدنا، ولا أحد من الإخوة ما استفاد شيء، إلا هذه الصحبة تكفينا شرفا أننا سنبقى تحت ظل الرحمن يوم القيامة. يا رب، يا رب، يا رب. الله. اللهم وهل ارزقنا. يوجد أشرف من هذا المكان؟ والله لا يوجد، ولكن أشرف شيء، أشرف من هذا المكان النظر والتمتع بالنظر إلى وجه الله. يحلل يا أخي رضوانه تخيل، علينا. تخيل معي، رضوان من الله عز وجل، وتمتع بالنظر إلى وجه الله، ومتحابون بجلاله يتمتعون بالرؤية. الله. قمة الشرف. الله يسأل الله أن يرزقنا يعني والله يسأل الله أن يرزقنا لا. هذا الشرف. إذا نحن مسؤولون عمن نحب. إذا يعني أنا أحببنا مسؤول عليك. إذا أحببنا عمران ومن أشكاله فنحن في خير، وإن أحببنا أصحاب الغناء يوسف. وأصحاب الكرة وأصحاب الكرة الكفار، إذا أحببناهم سنحشر معهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. إن كنا نحب أهل الدين سنحشر مع أهل الدين في الجنة إن شاء الله.
وإن كنا نحب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. جاء رجل قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كثير صوم ولا صيام، كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. وهل الله. الحديث يخصص؟ أنا أسأل إخواني مع أنني أعلم أنا وأنت نعلم الجواب. هل هذا الحديث أو أنت مع من أحببت هل هو مخصص لهذا الشخص فقط أم أنه لعموم المسلمين؟ أبدا، النبي للعامة، الحديث ليس لشخص إنما لأمة. للأمة. هو أصلا إنا أرسلناك للناس. الله يفتح عليك. لم يرسل للمسلمين وحسب، لم يرسل للموحدين فحسب، للموحدين والمشركين والكافرين، لكن مع هذا الكفر ومع هذا الشرك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله. أليست هذه نعمة يا أخي عمران أن الرسول هو نبينا صلى الله عليه وسلم؟ نعمة، أننا من أمته. ولكن مع كل أسف لم نحسن الاحتفاظ بهذه النعمة ولم نعرف قدرها، لأنه كثير ولا حول ولا قوة إلا بالله. دعني لا أظلم أحد وأقول أغلب الناس صاروا يتشبهون بممثل، يتشبهون بشخص ما عام ثاني، وتركوا سيد الأئمة، إمام المرسلين، سيد الصادقين، إمام الموحدين، تركوه واعتبروا من يتشبه به متشدد، اعتبروا من يتشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم في سمته وخلقه وشكله ومضمونه وأفعاله، اعتبروه بكل أسف أنه في مرحلة الجمود والرجعية والتخلف والتطرف والتأخر والإرهاب إلى آخر إلى هذه التهم المعلبة التي تكال الآن للثوابت والأصول والأركان والكليات. يعني صار الإنسان لا يحسن وسط هذه الفتن أن يتشبه بالرسول. أليس هذا واقعا مؤلم في جانب هذه النعمة العظيمة؟ نحن في نعمة نعم، لكن لابد أن نحافظ عليها. طيب أخي عمران ممكن أسألك؟ اسأل. بارك الله فيك. نحن الآن عندنا نتشبه برسول الله أو نتشبه بالكفار. إذا تشبهنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ففي طريقه ماذا موجود؟ في طريق النبي من الآية بالآية وإن تطيعوه تهتدوا. الله أكبر. إذا طريق النبي والتشبه بالنبي يوجد الهداية، والهداية أين تودي الهداية؟ هداية المصب الجنة. طيب لا دعني أزيدك أخي. طاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة الرب العلي. طاعة النبي طاعة لله. كلام مني أبدا. وما آتاكم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. انظر إلى الطاعة كيف قرنها ربنا مع طاعة الرسول. وأطيعوا الله، وهذا لا يكفي، أطيعوا الرسول. طيب أزيدك. زيد. يوجد بإطاعة النبي محبة الله. نعم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فاتبعوا من؟ الشرق؟ الغرب؟ الله. الممثلين؟ الكفار؟ فاتبعوا من؟ إخواني، سيد ولد آدم محمد ابن عبد الله أبو القاسم المختار. هذا الحبيب الذي في مدحه شرفي وذكره حلو في مسمعي وفمي. هذا أبو القاسم المختار من مضر. سبحان الذي خصه بالفضل والكرم.
هذا الذي لا يقبل الفرض من أحد ولا الآذان بلا ذكر اسمه العلم. الله. هذا النبي، صلى هذا الله عليه الرسول وسلم. صلى الله عليه وسلم الذي ما ناداه ربه سبحانه وتعالى باسمه المجرد في القرآن الكريم أبدا، وإن ذكر اسمه مجردا ذكره مقترنا بصفة النبوة والرسالة، مع أنه أسماء الأنبياء موجودة في القرآن مجردة بدون ألقاب. يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا موسى إنني أنا الله، يا داود خذ الكتاب بقوة، إلى آخره. ولما ذكر اسم النبي: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. وذكر صفات الله: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يا أيها المدثر قم فأنذر. ولما ذكر اسمه مجردا مع أنه في غير النداء، يعني ما جاء اسم النبي مجردا بعد ياء النداء قط في القرآن. افتح 114 سورة أمامك واستخرج لي نداء واحدا يتبعه اسم النبي مجردا محمد، هكذا ابحث، وإن وجدت فأخبرني. لما ذكر اسمه مجردا مع أنه في غير النداء ذكره مقترنا بصفة النبوة والرسالة. تريد دليلا؟ محمد رسول الله، وما محمد إلا رسول، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. هذا الرسول، هذه أخلاق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، هذا قدر النبي عند الرب العلي. فماذا نسوى نحن؟ أي قدر لنا إن لم نتبع حبيبنا وإن لم نقتدي به؟ أسأل الله أن يجمعنا به في جنات النعيم. اللهم آمين، اللهم آمين. أكمل. نعم. أنا هذا ما عندي وأترك لك المجال، فالكلام سجال بيني وبينك. تذكرت قرأت كتاب وكان فيه كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. هذا فخر الدين الرازي المعروف بابن الخطيب، قال كلام في النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أنا سأقرأ كم بيت منه إن شاء الله. ما أعرف، يمكن مو مشكل، يعني الكلام مو مشكل، ولكن أنا سأقرأ إن شاء الله. كلنا نخطئ، ليس عيبا أن تخطئ. قال الإمام الرازي فخر الدين الرازي المعروف بابن الخطيب، قال: أنت الذي لولاك ما خلق امرئ كلا ولا خلق الورى لولاك، أنت الذي من نورك البدر اكتسى والشمس مشرقة بنور بهاك، أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لسراك، أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحباك، أنت الذي فينا سئلت شفاعة ناداك ربك لم تكن لسواك، أنت الذي لما توسل آدم من ذنبه بك فاز وهو أباك. الله أكبر. الله أكبر. جميل جدا. وبك الخليل دعا فعادت ناره بردا وقد خمدت بنوره سناك. كلام عجيب سبحان الله، ولكن بدها قراءة مرة. عادي جدا، لا بأس. المعلومة وصلت، إنما القلب المحب يكفي لتصل المعلومة. يعني نعم. كلام أراه يجب أن يقرأ الواحد مرة مرتين ثم ينشر هذا الكلام. والله سبحان الله، مدح بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المدح مشروع، هذا مدح النبي مشروع. لا يأتي يقول واحد أنت تغل يعني في مدحك للنبي وتقول فهذا شيء مشروع، لأن ربي مدحه والصحابة مدحوه، وحتى كان للنبي شاعر اسمه حسان بن ثابت كان يمدح النبي صلى الله عليه وسلم بشعره. أرواحنا فداؤه دائما وقلوبنا بحبه قد شدت، تشدو ترانيم السرور وصداها قد ملأت المدى.
الله. إنه الرسول الحبيب، من أحب الرسول أطاعه فيما أمر، انتهى عما نهى عنه وزجر، صدقه وآمن به إيمانا صادقا، علم أنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. هذا هو حبيبكم، فاتبعوا الحبيب تجدوا الفلاح، والتشبه بأهل الفلاح فلاح، فما ظنكم بسيد المفلحين وإمام المتقين نبيكم محمد عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. طيب أنا نعم. سأذكر أخي 3 نقط ثم أنا أريد أن أذهب، يعني لن طيب. أطيل اليوم، أعتذر منكم جدا، ولكن سبحان الله في بعض الأمور أنا حبيت أنه أخرج حتى نكون عند كلامنا وعند وعدنا، وحتى وإن كان هذا المقصد الآن سبحان الله كان مقصدنا شيء وتغير لشيء، سبحان الله. هذا الترتيب الرباني. أجمل شيء هو الترتيب الرباني الذي يأتي من عند الله. نحن أردنا نتكلم بشيء والله كلمنا بشيء، سبحان الله. يخرج منا كلام عن حب النبي وعن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن كنا سنتكلم بموضوع القرآن، ولكن من القرآن سبحان الله خرج لنا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا هو أصلا هذا شيء من الأشياء التي تسهل علينا طريق القرآن، ألا وهو فهم القرآن بكيف؟ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بسنة النبي. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم بسنة القرآن. فنحن نقف كما قلنا عند آية وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا. لو نتفكر في هذه الآية، ما معنى إن أطعناه اهتدينا؟ أي وجدنا الفلاح والنجاح والفوز والعطاء في الجنة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. 3 نقط ننتبه عليها. كيف نتبع النبي صلى الله عليه وسلم؟ نتبعه في صورته وسيرته وسريرته. في صورته وسيرته وسريرته. الله أكبر. السلام عليكم. وعليكم السلام عليكم. وبركاته. تأخرت علينا يا شيخ. والله نعتذر عن التأخير، بس سبحان الله كنت بزيارة عائلية وحصل تأخير معي واضطريت إني أبقى. سبحان الله. خلاص إذا الأمر غيبي ما لنا مصلحة نحن. الله يجزيكم بارك خير. الله. سبحان الله أنا كنت مشغول، نعتذر ولكن على التأخير يعني. لا ما لا في بأس، بالعكس. نحن سبحان الله يعني نرتب وقت، وإن أصبح شيء عندنا مثلا الشيخ يوسف أصبح عنده شيء، أنا أصبح عندي شيء، هذا لا مشكلة، يعني ترتيب من عند الله. صح. نحن نرتب على قدر يعني الإنسان ما يرتب، ولكن يأتي الفصل من عند الله. نحن نرتب الله يجزيكم الذي هو الله. صحيح. بارك الله فيكم. تعلمت يا شيخ، أنا سأقول هذا الكلام ما أعرف إذا أنتم تعرفون، نحن الحمد لله مشينا مع أهل الدعوة. نعم. أهل الدعوة سبحان الله بيعلموا، لما بتمشي معهم بيعلموك شغلات يقينيات بالعمل. بقول لك أنت مثلا نروح زيارة، بقول لك لا تتصل على الزلمة، روح لعنده اطرق الباب، أنت اعمل السبب مرة مرتين 3، فتح لك الباب قال لك تفضل تفضل، ما قال لك تفضل خلاص هذا تقدير ربك، بس أنت امشي توكل عليه، عرفت؟ خلاص امشي. نعم. يعني نحن ايش علينا؟ نرتب نظبط الامور تمام، بس بالاخير ايش بده يصير؟ هذا عند ربك تقدير الله عز وجل. ايوه. فهذا سبحان الله الانسان بيتعلمه بالعمل. نحن بنقول هذا الكلام على طول على طول على طول، ولكن لما بيصير نتعلم انه نحن ظبطنا الوقت بين الشيخ يوسف وبيني وبين اخي عمران، ولكن حصل امر قدر الله ما شاء فعل، هذا تقدير رباني. نعم. ياتي الحكم من عند الملك الله سبحانه. نعم. سبحانه وتعالى. يعني الأخذ بالأسباب. طيب. الأخذ بالأسباب والاستعانة برب الأسباب. إيه شيخ يوسف، أنا قلت للأخ إنه أنا تأخرت، عندي شوية ظروف، قلت أحضر نصف ساعة معكم وأخرج.
فنحن تكلمنا في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم. بدأنا إلى نقطة قلت يعني نعطي ملاحظة عن هذا الأمر، كيف يكون اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا قلت بصورته وسيرته وسريرته. يعني عندما نقول نتبع النبي، كيف نتبع النبي؟ أول شيء في صورته، كيف كان شكل النبي، خلق النبي، صورته وسيرته، سيرته كيف كان مع أهله، كيف كان مع أصحابه، كيف كانت معاملته للناس، سريرته كيف كان أعماله الدينية، كيف كان أعماله يأخذ الأذكار قبل النوم، دخول الخلاء، خروج من البيت، دخول البيت، دخول المسجد. حياة النبي كلها صورة وسيرة وسريرة. فإذا نتبع هؤلاء النقاط نتبع النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يتبعه أصحابه. ولن نصل ولكن لما اتبعوه، ولكن نحن نجتهد. إذا نتبع بهذه النقاط الثلاثة إن شاء الله سنطبق. وأنا أقول بارك الله فيكم، لا يكفي فقط أن نقول نتبع، يجب أن نعمل. لابد من العمل. عندما نسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم أوى إلى فراشه، وضع كفه الأيمن تحت خده، ثم قال بسمك اللهم أموت وأحيا مثلا، هذا الدعاء أنا سمعته الآن أطبقه. مثلا اليوم أنا أقول للإخوة من مستعد أن يطبق هذا الحديث عندما يأوي إلى الفراش، ينام على شقه الأيمن ويقول بسمك اللهم أموت وأحيا تطبيقا لسنة النبي. أنا مستعد، أنا اليوم مستعد. وأحب الأعمال إلى الله نعم، وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. نعم، يعني نحن الآن قلنا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، الآن بدنا ناس تقول أنا مستعدة حتى ناخذ. هيا إخواني، بدنا يعني حركة، عرفت؟ بدنا حركة، بدنا ناس تفهم. أخ محمد يوسف حمصي، والله لو لم يكن عندك هذا الظرف لكنت قد أعطيتك الإشارة حتى تبدأ تلك الطاقة التي كانت عندك في البث الماضي تعطيها لنا في هذا البث. والله تلك الحركة التي فيها بركة. لا إن شاء الله يعني راح نكتر بإذن الله. أنا راح أتكلم بالسوري، راح نكتر هاي اللقاءات إن شاء الله بإذن الله. وبما يريدك تكلم. هاي اللقاءات فيها تجديد الإيمان. يعني عندما ترى ناس سبحان الله تذكرك بالله، النية تتجدد بذكر الله وذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وبذكر الدين والعبادات يتجدد الإيمان. الإيمان يتجدد في الأعمال، بالكلام عن الله يتجدد الإيمان. فنحن محتاجين لهذه المجالس، حرمناها بسبب كل واحد من بلد أنه نجتمع سوا ونجعل هذه الجلسات، ولكن الحمد لله ربي ما حرمنا إياها وجمعنا على هذه البرامج، فلنحمد الله، وهذه نعمة مغبونون فيها. نعم، ونحن نغبن عليها. الله، أنا أغبن نفسي على أني وجدت إخوة مثلكم. الله يكرمك يا رب، الله يجزاك الخير. فنحن نقول إخواني الكرام، عندما يتكلم الإخوة والمشايخ الكرام، وعندما أتكلم أنا أخوكم العبد الفقير إلى الله، نأخذ الكلام للتطبيق. الآن كثر الخطب والمواعظ والنصائح، ولكن قليل من يفعل، من يطبق. قليل الكلام كثير، العمل قليل. نحن نريد العمل الكثير، الكلام القليل. خير الكلام ما قل ودل. خير الكلام ما قل ودل. النبي صلى الله عليه وسلم كان كلامه سبحان الله، كلام النبي صلى الله عليه وسلم موجز، يعطيك يعني الكلام، يعني هو كيف يعني يعطيك يا مختصر، ولكن فيه شرح كبير، فيه عمل، فيه تطبيق، ولكن يعطيك الكلام. أكثر الأحاديث سبحان الله تكون قصيرة. أكثر الأحاديث عندما يأتي أعرابي يعلمه أو شيء، يعلمه شيء بسيط، ولكن يعلمه التطبيق. ومثلا جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، جوامع الكلم. ومثلا النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بشيء يعيده أكثر من مرة حتى يفهم، إذا فهم يطبق. فنحن إن شاء الله نسمع هذا الكلام. أول شيء نسمع الكلام، الله قال الله وقال رسول الله، نسمع بس بارك الله فيكم، نركز بهذه الفقرة وأنا إن شاء الله أنهي إن شاء الله.
أول شيء بإذن الله. بارك نسمع الله فيك. نسمع نحن يعني إيه. نحن يعني سعداء بوجودك. الله يكرمك، والله لو والله أني ماني مشغول يعني ما أخرج، ولكن إن شاء الله الله يبارك نرتب في الأيام القادمة إن شاء الله. بإذن ستعوضنا الله. يا محمد يوسف، ستعوضنا أكيد على هذه أكيد النصف ساعة أكيد بإذن أكيد. الله. فإذا بارك سمعنا الله. قال الله وقال رسول الله، نسمع قال صلى الله عليه الله وسلم. وقال رسول الله مرارا وتكرارا، مرارا وتكرارا، كلام الله مرار وتكرار، حديث رسول الله مرار وتكرار. طيب ليش عم نعيد ونكرر؟ حتى تتأثر قلوبنا بالوعد والوعيد، بالجنة والنار، حتى تتأثر قلوبنا بالوعد والوعيد، فنقبل إلى الأعمال والطاعات ونبتعد عن المعاصي والمنكرات. شوف، إذا قال الله وقال رسول الله نكرر قال الله وقال رسول الله مرارا وتكرارا حتى تتأثر القلوب بإيش؟ بالوعد والوعيد، الوعد الجنة، الوعيد النار، حتى تتأثر قلوبنا بالوعد والوعيد ونبتعد عن المعاصي والمنكرات ونقبل إلى الطاعات والأعمال الصالحة. بارك فإن الله شاء فيك. الله عندما نسمع أي كلام من الإخوة الآن، أنا سأخرج إن شاء الله، ولكن قلبي عندكم إن شاء الله، فاسمعوا من الله الإخوة يبارك بارك فيك. الله فيكم، ومن الشيخ يوسف، هو غنيمة والله، والشيخ عمران الله كذلك يبارك. غنيمة. بارك الله فيك. فلنغتنم الساعات معهم، فلنغتنم اللحظات الدقائق معهم حتى نستفيد. ربما اليوم نراكم، ربما غدا لا نعلم، ربما هذا التليفون يطير، إيش يصير، تقوم القيامة ما نعرف. إيه. فنلحق أنفسنا بارك الله فيكم، إذا سمعنا شيء نطبق، سمعنا طبقنا، هكذا كان سلفنا السلف الصالح. صلى الله عليه سمعنا هكذا كان وأطعنا. أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. يسمعون وسلم. ولا يحفظون شيء آخر، يحفظون شيء ويطبقونه ثم يبلغونه ثم يحفظون غيره. صحيح. حتى قيل أن سيدنا عمر 20 سنة أو 12 سنة لحفظ سورة البقرة. لماذا؟ لأنه كان وقاف عند كلام الله، يقف، يفهم، يطبق، يبلغ، يحفظ. الله. إذا سمعنا كلام الله نطبق، نسمع، أول شيء نسمع، نطبق، نبلغ. السمع بالأذن ولا بالقلب؟ بالقلب. بالقلب، بالقلب. حتى يأتي العمل. إذا سمعنا من أذننا ما نطبق. تخرج من الأذن الأخرى. أيوة. إذا سمعنا بقلوبنا يأتي التطبيق، نسمع، نطبق، ثم إيش علينا الفعل؟ إذا سمعنا تعلمنا، طبقنا، بلغنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله عنا كل خير. وسامحوني على أني أخذت 5 دقائق يعني تكلمت فيها. أبدا والله الله يبارك. أنت ريحت عليت هممنا. بارك الله فيك. والله الله يبارك. طيب. جزاك الله خيرا. الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. جزاك الله خير. وعليكم السلام. جزاك الله خيرا أخي محمد يوسف حمصي. مرحبا بأخي الحبيب وشيخي الفاضل شيخ يوسف. جزاك الله عنك كل خير يا عمران. بارك الله فيك. طمني عن حالك. طمني عن حالك. الحمد لله رب العالمين. أنتم كيف أحوالكم؟ بخير حال طالما أنني رأيتك صرت أحسن. الله يجزيك الخير. جزاك الله خير. كان البارحة حدثتني الأخوات، إحدى الأخوات تقول أنه لا يمكنها المشاركة في الدخول إلى البث في التعليقات، يعني لا تستطيع أن تعلق. ممكن لم تقم بعمل متابعة. تقم بعمل متابعة، فلهذا يعني تحتاج أن تعمل متابعة لصفحتك. فلتجرب يعني. نعم. ولتقم بالمتابعة بإذن الله، وستفتح أمامها التعليقات إن شاء الله عز وجل. إن شاء الله عز وجل بإذنه تعالى. أرجو أن تكون دائما بخير وعلى ما يرام. الله يجزيك الخير. نحمد الله عز وجل. اللهم لك الحمد. الله خاصة والله وجودك بيننا نعمة كبيرة والله. الله يبارك فيك يا رب. الله يجزاكم الخير وأن يجعلنا دائما عند حسن ظنكم.
آمين يا رب، بارك الله فيك. وفيكم بارك الله. يمكن من ضعف النت أخونا محمد يوسف لا زال بيديه معنا. نعم، يمكن عم يتكلم عن نعم. مسألة عدم استطاعة الأخت أن التعليق على لا، هي التعليقات أخي محمد يوسف متوقفة عندها، لازم تقوم بمتابعة ثم بعدها إن شاء الله ممكن نعم تتكلم يعني. بإذن فيعني الله ممكن عز وجل. تأتي، يعني أنا ضبطت هذا الإعداد يعني، وليعذرني إخواني لم أعطيه للجميع، لأنه قد تأتي تعليقات يعني أنت تعلم يعني كل تعليقات غير محترمة، وهذه الأشياء من مكان يعني أنت لا تعرف يعني من أين، فيضر بالبث وهو لن يضر، ولكن الله المستعان يعني. فلهذا يعني أريد أن أجعل ناس محترمين كأمثالك يعلقوا بكلام في سياق الحديث في البث، وكذلك كلام تحفيزي بإذن الله عز وجل، وتفاعل في سياق ما عليه قناتنا بفضل الله عز وجل. اللهم لك الحمد. نعم، وددت فقط أنا أن نعم، كلامك تفضل أول، تفضل. كلامك أول شيء، كلامك أكبر من كلامي، تفضل. لا لا، الله يكرمك يا رب. والله أنا أقول إنه يعني أنت تقول أنك أوقفت التعليقات إلا لمن ها لا اشتغلت لأنني لم أقم بالمتابعة بداية، واشترط التعليق المتابعة. هذه هي نعم، هذا الأخت. أعتقد أنه مم. تم الأمر. تم الأمر بفضل الله. لهذا أنا قلت لها يعني ضبطت المسألة على أساس يعني ما قلته لك بفضل الله عز وجل. فلهذا يعني نعم. فأنا وددت يعني إن كان لك كلام لا أريد أن أقاطعك يعني حتى تكمل كلامك هذا وبعدها هو أتكلم، هذا ما لأنه أردت أن أتكلم به. يعني لو أنه لأنه يعني يفتح، مم. لو أنها مم. تفتح المجال للتعليقات، يعني لعل وعسى أن يكون أحد الأخوة عنده مداخلة ولا يعلم هذا الأمر. يعني مم. وإن كان التعليق سيء فمن يسيء يسيء لنفسه يا أخ عمران، يا شيخ عمران، لا يسيء لنا إن مم. شاء الله عز وجل. كل أما إنسان الأولى، يدل على نفسه وعلى تربيته. نعم الأولى مقبولة لكن الثانية لا. فهمتني؟ فهمت ليس ما جيدا. قصدت فهمت ما قلت أم لا؟ لا، يعني أنا أقصد قصدي أنه من أساء آه. فلنفسه يعني. لا، أنا قصدي يعني الأولى الأخ عمران يعني مقبولة، أما الشيخ فلا. بارك الله فيك، لأنني أتعلم من وفيكم. شيخي. كيف أكون لا يا أخي، شيخا الله على يكرمك. شيخي؟ كيف أكون شيخا الله على يجزيك. شيخي؟ على لا أصل إله من إلا الله. أتعلم منه، والله. كيف أكون معلما لمعلم الذي أتعلم منه التواضع والأدب؟ لا حول كيف ولا قوة هذا؟ إلا بالله. الله يكرمك يا والله رب. العظيم. وأيضا أنا آسف لأنني أقاطعك كثيرا، لأنه والله أنا أعلم أنني قليل أدب يعني، لأنني أقاطعك. لا لا أعلم والله، ذلك، لا والله أعلم ذلك. أبدا. وليس من الأدب أن أقاطعك والله، أو أن أقاطع إخوانا مني، ولكن يعني ضعف النت ممكن تتكلم أنت قبلي وهكذا، ولكن يعني معذرة. أو الله ربما يجزيك الخير ولا يهمك يا حبيبي. بارك الله بارك فيك. الله. أقول أو ربما يعني نضع ملاحظة مثبتة أنه لا يمكن التعليق حتى يعني يقوم بالمتابعة. طيب بإذن الله أنا وضعت يعني تعليق مثبت عن موضوع الحلقة، فممكن يعني أغيره بعد سويعات يعني وبعد لحظات. صدق. وددت فقط بإذن الله عز وجل أن أزيد على كلام أخينا محمد يوسف حمصي كلاما، وهو كلام الله سبحانه: إنما المؤمنون نعم. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياتنا زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. يعني الإيمان الحق لا يكون إلا بوجل القلب، مع هذا الوجل هناك عمل. يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وهذا جزء من أعمال كثيرة تقام بعد الإيمان وبعد وجل القلب، إذ لا بد من بعد القول والتصديق عمل. وأنت كما هو معلوم لديك شيخ يوسف أنه في القرآن الكريم
ربما ترى كثير مواضع في القرآن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الإيمان ثم العمل، ليس الذين آمنوا وصدقوا، لا، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لأنه مباشرة بعد إيمانك وإقرارك تصدق إن كان إيمانك قويا، لكن لتثبت صدق إيمانك ولا تجعله مخفيا لابد من عمل حتى تثبت لربك إخلاصك له. ونسأل الله أن يجعلنا من المخلصين المخلصين، إنه ولي ذلك مولاه. هنا في لفتة مهمة جدا عن هذا الموضوع، مسألة الذين آمنوا وعملوا الصالحات. سبحان الله أن الكثير من الناس يعني يقول أن مسألة الإيمان تكون في القلب. نعم. وأن الإيمان ليس له علاقة في العمل، ولا شك ولا ريب أن هذا اعتقاد خاطئ. لا بد للإنسان أن يعمل، لأن العلماء وإن عرفوا وأجمعوا على التعريف الذي هو ما وقر في القلب وصدقه العمل، والأئمة اجتمعوا على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد في الطاعة في زيادة الأعمال، وينقص في المعاصي، في المعصية وفي الوقوع في المعاصي والفواحش. فما يوجد شيء اسمه الإيمان بالقلب، لا يوجد شيء اسمه الإيمان بالقلب. الإيمان لا بد له من عمل. صحيح. أنا ثبتت الآن تعليق يعني حتى يكون المتابعون على علم بإذن الله. نعم. بارك الله فيك. نعم. أخ بارك الله فيك، يعني قال سؤال محرج، ممكن أسألك بالخاص؟ طيب اترك لي رسالة بفضل الله أو بإذن الله عز وجل بعد البث وأتواصل معك بإذن الله. هذا ممكن أحد أحبابك قال لك يعني مشتاق لك. صدق. هذا صديقي وأخي وحبيبي عثمان، الله يجزاه الخير ويبارك فيه، وأنا مشتاق إليك كثيرا. حياكم الله أخي عثمان. أتعلم يا شيخ يوسف، تعلم يا شيخ يوسف، نعم، لا أتعجب إن قال شخص لك إنني مشتاق لك، قسما بالله. لأنه أنا عن نفسي يعني ممكن جمعنا فقط مواقع التواصل الاجتماعي وفي كل يوم يزداد اشتياقي لك، فما بالك به هو الذي يراك وجها لوجه ومباشرة ويشتاق لك. لا والله أخونا عثمان يعني يعمل سبحان الله في منطقة خارج المنطقة اللي أنا فيها، وصلي سبحان الله زمان ما شفته، ولكن كان زميلي في الجامعة. وسبحان الله يعني الإنسان يشتاق يعني للإخوة الذين كانوا يشجعون سبحان الله على طاعة الله. نعم. قال في زمننا تجد الشخص لا يصلي ولا يزكي ولا يصوم ويقول أنا مؤمن وإيماني في قلبي، وإن خالفته صدك بكلام كأنك تشكك فيه، فكيف الرد عليهم؟ الرد عليهم بكتاب الله الذي لا يعلوه كلام. فالله سبحانه وتعالى يقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والله سبحانه وتعالى في غالب الآيات إن لم نقل 90% من الآيات تتكلم وتربط ما بين العمل وما بين الإيمان. فالإيمان لا ينفك عن العمل، ولذلك أهل العلم عندما عرفوا الإيمان قالوا هو ما وقر في القلب وصدقه العمل، ليس فقط ما وقر بالقلب. وكنت أذكر أنني قرأت تعريفا للإمام الحسن البصري عليه رحمة الله، يقول هو ما وقر في القلب ويعني وقاله اللسان وصدقه العمل وصدقته الجوارح والأركان. فيعني حتى الإنسان في أقواله يعني هذا يشاهد على إيمانه، وهكذا. نعم. نرد عليهم من كتاب الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى دائما ربط ما بين الإيمان والعمل. والنبي عليه الصلاة والسلام مثلا في مسألة الصلاة يعني يستحيل أن نقول أن من لا يصلي مؤمن في قلبه، يستحيل. أهل العلم وإن اختلفوا في تكفيره عينيا يعني قبل أن يشرح له وقبل أن يبين له أن ترك الصلاة كفر، ولا شك أن من ترك الصلاة وهو قادر عليها
لقي الله وهو عليه غضبان كما قال سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه. سيدنا ابن عباس سبحان الله أصابه مرض في عينيه، فذهب إلى الطبيب فقال عليك أن لا تصلي عددا من الأيام، فقال أعوذ بالله، من ترك الصلاة وهو قادر عليها لقي الله وهو عليه غضبان. فهل هذا بمؤمن؟ هل يلقى الله سبحانه وتعالى إنسان والله سبحانه وتعالى عليه غضبان وهو مؤمن؟ وبقي يصلي حتى فقد نظره. والنبي عليه الصلاة والسلام كما كلنا يعلم في الأحاديث الصحيحة أشار إلى أن من لا يصلي لا إيمان له على الإطلاق، يعني ما قال من قلة الإيمان أو من حسن إسلام المرء أو إلى غيرها من الأمور الأخرى، بل دل على أنها كبيرة وعلى أنه لا إيمان لمن لا يصلي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول بين الرجل والكفر ترك الصلاة. فنقول كيف تكلم النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بمثل هذه الكلمات وأن تركها كفر، والذي لا يصلي مؤمن بقلبه؟ كيف يؤمن بإله وكيف يؤمن بالله ويحب الله سبحانه وتعالى ولا يتواصل معه عز وجل؟ صدقت. وكذلك بسيط يعني جدا. نعم صحيح. يعني لا يستطيعون أن يفهمون بمثل هذه الكلمات الفارغة أن الإيمان في القلب. كل أقوال أهل العلم وكل أقوال السلف وكل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن لا إيمان بلا عمل. يستحيل أن يكون هناك شيء اسمه إيمان بلا عمل. نعم صدقت. وإياكم إن شاء الله. أنا أحب الشاي كثيرا، تفضلوا. بالهناء والشفاء. أكرمكم الله. لكن أظن أن شايكم ليس مثل شاينا نحن في المغرب. كيف شايكم أنتم في المغرب؟ يعني مختلف، ممكن تقول يعني مختلف قليلا عما تقومون به أنتم. يعني هي حبوب شاي أظن والله، ولا أعلم، يعني هي حبوب شاي نقوم بها يعني على ماء ساخن، فهمت؟ ونضع يعني نعناع عليها، أو يعني ممكن تقول نعناع، لأن هناك يعني نبتة يعني لن تعرف يعني اسمها، يعني هي بالمغربية ممكن لا تعرف اسمها شيبة. هي هكذا اسمها. كالنعناع؟ هي لا، ليست كالنعناع، يعني لونها أفتح من النعناع، يعني في الخضورة أفتح من النعناع. الورقة تشبه ورقة النعناع؟ لا تشبه، ليس لها ورق، يعني هي يعني على شكل يعني هكذا عود، وعليها يعني خطوط صغيرة، وهي تسمى شيبة. سأرسل لك صورة توضح لك، فهمت؟ والله لا أعلم يعني ما والله أعلم أنه أكليل الجبل يسمى عندنا، والله أعلم يمكن بإكليل الجبل. هكذا عود وعليه الأخضر. هي مجموعة أعواد يعني هكذا، يعني كالربيع مثلا. هي والله أعلم. المهم أنا سأرسل لك في الخاص وأن تقول لي إذا هي أولى. هي ذاتها. قالت الأخت أن الشاي عندنا في المغرب يسمى أتاي. في المغرب يسمى أتاي. أنا ما أقول لك أنه مختلف. مختلف في الاسم، ولكن أعتقد أنه هو نفسه. طريقة الإعداد أيضا، يعني أنا لا أعلم كيف تعدونه يعني، لكن يوضع حبوب الشاي والماء المغلي عليها، ثم يوضع مثلا النعناع والسكر، سكر يعني هكذا مربع مكعب. نحن كذلك. نعم. نغلي الشاي أيام في بعض الأوقات نضع عليها، يعني نضع بها النعناع أو القرفة. نسميه شاي. هذا ما تختلفون عنا فيه، يعني نحن لا نضع القرفة. ليس دائما. أنا أحب الشاي على وضعه، على حاله كما هو، لا أخلطه بشيء، حتى بالنعناع نادرا جدا يعني. ولكن أنا محب للنعناع جدا. نعم. محب، خاصة إن كان في الشاي، أو ممكن أشرب يعني هكذا النعناع ماء مصفى يعني له مع قليل سكر، يعني ممكن أشرب. والزعتر أيضا أظن، والزعتر وهو كذلك. الزعتر جدا. عموما يعني بالهلاء والشفاء على قلبك يا شيخي. اللهم آمين.
سنقلبها محاضرة فقهية. نعم. بارك الله فيك. عموما وفيكم بارك. يعني أنا ملخص يعني ما أريد أن أقول، يعني الإيمان لابد أن يطابقه عمل. يعني هذه تلخصت في أصول الدين الأربعة، أصول الدين الإسلامي الأربعة: قول، علم وعمل بالعلم وتبليغ للعلم والصبر على الأذى. تريدون ملخصا لهذه الأصول الأربعة في سورة واحدة؟ أعطيكم. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات و وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. أليست هذه أصول الدين الأربعة التي ذكرت قبل قليل؟ إيمان، هو ذا العلم. وهل هل الإيمان يكون بدون علم؟ أبدا. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق، هذه ليست تبليغ؟ بلى. يعني بلى. وتواصوا بالصبر، أيضا الصبر على الأذى، لأنك في هذا الطريق ستواجه عقبات كثيرة، عقبة فتن وعقبات دنيا وعقبات شيطان ونفس وهوى، لازم أن تتغلب عليها، وليس صعبا إلا من ثبت الله قلبه في الدنيا. لأن من ثبت الله قلبه في الدنيا ثبت الله رجله يوم القيامة في الصراط حتى يمر. والصراط أرق من الشعرة. أنتم كيف تتخيلون الصراط؟ هل تتخيلونه يعني حبل هكذا ممدود وفقط؟ أبدا. ليس من السهولة أن يمر شخص وهذا الكم الهائل من الأمة على هذا الصراط. هناك من سيمشي كالبرق وكالريح وكالطير، وهناك من سيمشي مرة وينكفئ مرة وتصفعه النار مرة، وهناك من لا يخطو خطوة واحدة حتى يجد نفسه واقعا في نار جهنم خالدا مخلدا فيها والعياذ بالله. وأنتم جميعا ماذا تريدون؟ إن أردتم أن تذهبوا كالريح وكالطير وكالبرق وكالرعد فعليكم أن تثبتوا هنا وسلوا الله الثبات لكم. وإن أردتم أن تذهبوا أن تمشوا مرة وتنكفئوا مرة وتصفعكم النار مرة تهاونوا. وإن أردتم أن لا تخطوا خطوة واحدة حتى تلقوا أنفسكم في نار جهنم فلا تعملوا من الصالح شيئا، واجلسوا وقولوا أننا يعني إنما هي موتتنا الأولى نموت ونحيا، كما قال أصحاب القرية على ما أظن، وهذا مذكور في سورة ياسين. يعني يا أخي أمم سابقة كلها أهلكها الله سبحانه وتعالى فقط لعدم تصديقهم للرسالة والعمل بالرسالة. ونحن أمة محمد، أمة الحبيب، آمنا وصدقنا ولكن لم نعمل. أليس هذا مؤلم؟ أصبحنا سبحان الله. نعم. يعني هذه الصفة وبخ الله بها بني إسرائيل، حيث قال في سورة البقرة عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يعني أمركم عجيب، تحفظون التوراة وأنتم تعلمون ما فيها وتحفظونها أكثر من أن تحفظون أسماءكم وأسماء أبنائكم، وسبحان الله لا تعملون بها، وحتى تحدثون الناس فيها ولكن لا تعملون أنتم بها. والله سبحانه وتعالى ابتداها باستفهام استنكاري توبيخا لهم واستنكارا لفعلهم الخسيس الرخيص. أتأمرون الناس بالبر؟ الله سبحانه وتعالى ألا يعلم أنهم يأمرون الناس بالبر ولا يأتونه؟ يعلم عز وجل، ولكن يريد منها التوبيخ ويريد منها يعني استحقار فعلهم الخسيس
سبحان الله. وهذه سبحان الله يعني لا بد لنا أن ننتبه دائما. وأنا سبحان الله يعني هذه الآية وهذا التفسير دائما أذكره في محاضرات خاصة في طلبة العلم، الله. لأن أكثر من يقع بمثل هذه الأفعال هم الدعاة سبحان الله وطلاب العلم. يعني لا بد لنا أن نبتعد عن صفات هؤلاء القوم، لأن الله سبحانه وتعالى قال عنهم المغضوب عليهم، لأنهم علموا ولم يعملوا. فسبحان الله يعني صحيح. الأمر طيب عجيب. دعني من هذا، يعني ليس دعني وإنما يعني ممكن شخص يقول يعني أنتم تعطوننا كلاما يعني عن السابقين، كلام القرآن، ونحن لا نفهم القرآن مع أننا نقرأه ولا نتدبر. طيب نعطيك من الواقع وأنتم أجيبوا. واقع الدنيا، عصر الذرة، عصر النت، عصر القرية الصغيرة الافتراضية، طبعا عصر الواقع الافتراضي. أنت تقول عندما مثلا تصل لعمري مثلا أو لعمر 10 سنوات مثلا، فتقول عندما يسألك أحد أقاربك بني العزيز ما الذي تطمح له في مستقبلك؟ والله يا عمي أو يا أبي مثلا أريد أن أكون طبيب. طبيب. طيب هل هذا الكلام أنت قلته أقررته بلسانك، صدقته بقلبك وثبت عليه؟ ممكن يقول لك شخص هناك يعني أنت ممكن تكون رائد فضاء، ممكن تكون معلم، تكون مختلف الوظائف، لكن أنت تقول لا، أنا أحببت الطب وأريد أن أتابع في الطب. أنت قلت بلسانك وصدقت بقلبك. اتفقنا شيخي؟ طيب نعم. هل ستثبت على حالك هذا وتنتظر أن تأتيك فرصة عمل للطب؟ أم أنك ستبذل مجهودا وستدرس وستكافح وستسقط وستنهض من أجل أن تتفوق في دراستك، وهذا التفوق يحيلك حتى تدخل لكلية طب حتى تتفوق وتصير طبيبا ناجحا؟ أي الطريقين ستختار في رأيك يا شيخي؟ أنا أصبح طبيبا ناجحا. ولكن كيف؟ يعني بالعمل، أليس كذلك؟ صحيح. بالعمل، وليس أن تنتظر فرصة وظيفة للطب وأنت لم تعمل لها شيئا، يعني لا تعلم شيء، يعني ماذا ستفعل وما الأداة التي ستستخدم وكيف نعمل جراحة قلب وجراحة أسنان وإلى غير ذلك من هذه التخصصات التي لا علم لي بها. يعني يعني لابد من الشخص أن يعمل، وكذلك الدين. فإذا كانت الدنيا تحتاج إذا أردنا هدفا أن نحققه بعمل، فإن الآخرة لا تحقق ولا تدخل الجنة ولا تنعم فيها إلا بعمل، ومع ذلك فإن عملك هذا غير كاف. طيب لماذا طول هذا البث يا عمران؟ أنت يعني أشعلت هممنا أنت ومحمد والشيخ يوسف، وقلت أنه لا بد من العمل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحد الجنة بعمله. الصحابة قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، بأبي وأمي وروحي، صلى الله عليه وسلم. وهو حبيب الله يقول ولا أنا، إلا ماذا؟ إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. ومع هذه الأعمال كلها لا زالت أعمالك حقيرة أمام هذه الصور من النعيم، أمام الجنة. يعني تخيل معي يأتيك شخص له قصر يعني فخم ويقول لك والله أنا سأبيع لك هذا القصر، سيصير ملكك، كم ستعطيني حتى تشتريه؟ تقول له مثلا دعني أتكلم بعملة الدراهم، أعطيه 10 دراهم. 10 دراهم يعني ممكن، يعني عندنا نحن في المغرب 10 دراهم ممكن يعني رصيد تعبئة يعني الإنترنت. طيب 10 دراهم في مقابل قصر فخم، هل هذا القصر يستحق 10 دراهم حتى تأخذه؟ طبعا لا، لابد من ملايين، إن لم تكن ملايير، إن لم تكن بلايين،
إن لم تكن تليارات من المال حتى تأخذ هذا. وكذلك الجنة، أعمالك ما زالت حقيرة، لكن برحمة الله تصير أعمالك مؤهلة حتى تدخل الجنة. فعندما توضع كلمة لا إله إلا الله في الميزان يوم القيامة، بطاقة فيها لا إله إلا الله، تطير الصحف، تطير الصحف. ولذلك اغتنموا أقل شيء، أقل شيء. يعني نحن بفضل الله عز وجل، يعني سبحان الله، خصصنا البث لكيف حالنا مع القرآن وكيف نستقيم على القرآن، لكننا تنوعنا في المواضيع وكلها تصب في القرآن، لأننا لا نتكلم إلا بالقرآن. وأول مصدر من مصادر العمل وأول مصدر من مصادر الدخول الجنة هو القرآن. لا قيمة لشخص إن لم يكن حافظا لكتاب الله متدبرا له. يعني شيخ يوسف بارك الله فيه قال يعني ممكن صحابي واحد، الصحابة يعني كلهم أو التابعين لا يتنافسون من أجل من ختم القرآن حفظا، يتنافسون في من تدبر القرآن. لا يستعجلون في حفظه كاملا، بل يستعجلون في تدبره وجعله واقعا تحياه الأمة، يجعلونه واقعا عمليا ومنهج حياة، ليس لأن يحفظوها على ظهر قلب حتى يستدلون به في مجالس العلم، حتى يعالجوا به قضايا الناس، لا، أو حتى يرقوا الناس به، أبدا. ما قيمة هذا كله مع أننا لا ننكر فضله ولا قيمته أمام أن تتدبر القرآن؟ لابد من تدبر القرآن أولا، وإن صدقت الله دائما يصدقك. تفضل شيخ. سبحان الله. كذلك الأمر لأهمية العمل. بعض الناس يعني تعتقد أنها بالأنساب، أو أنه مثلا فلان مثلا والله نسبه نسب شريف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيعتقدون أنه هذا النسب يعني يغنيهم من الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا الأمر. حتى الذين يعني عندهم في أقاربهم أو في أحبابهم مثلا علماء أو مشايخ كبار أو غير ذلك، والله أنا شيخي، أنا أقرب الشيخ فلان، أو أنا من نسل العالم الفلاني، أو أنا من نسل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر لا يغني عنك من الله شيء. ولضرورة العمل، وأنه لا يستقيم الإنسان بلا عمل ولا يدخل الجنة من غير عمل، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لأقربائه من بني هاشم الذين هم أقربنا إليه صلى الله عليه وسلم، لأبناء أعمامه وإلى غير ذلك، كان يقول لهم يا بني هاشم لا تأتيني الناس بأعمالهم وأنتم تأتوني بأنسابكم. الله. لا تأتيني الناس بأعمالهم وأنتم تأتوني بأنسابكم. وكذلك الأمر كان يقول لفاطمة، فاطمة الزهراء زوجة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله سبحانه وتعالى عنه وعن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقول لها يا فاطمة اعملي يا فاطمة اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. الله أكبر. هذا الكلام كان يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم به ابنته فاطمة. فلو كان صلى الله عليه وسلم بيننا، فماذا كان سيكون أسلوب الخطاب؟ إلى الله المشتكى. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. إذا كانت يعني فاطمة الحيية التقية البرة زوجة علي ابنة رسول الله تخاطب بمثل هذه الكلمات، فماذا سيكون خطابه صلى الله عليه وسلم لنا لو كان بيننا اليوم؟ الله أكبر. يعني أنا أسأل كل واحد فيكم يعني في الإخوان يعني وليجيبوني، لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا واستضافه أو جاء أو حل ضيفا علي مثلا أو على شيخي يوسف أو على أحد، هل يرضى بواقعك الذي تعيش فيه؟ هل ستستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحالك هذا؟ ببعدك عن ربك؟ يعني أنت كذات كشخص
عندما ينظر إليك الرسول هل يرى فيك الرسول نفسه؟ هل يرى فيك الرسول نفسه؟ هو نفسه الشريفة صلى الله عليه وسلم. أين اتباعنا للحبيب؟ أين تشبهنا به؟ أين عملنا بما كان عليه صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة على فكرة لم يأتوا بأعمالهم من الشرق أو من الغرب، بل إنهم اتبعوا الحبيب، سروا على دربه، حتى أنهم وصلوا بدرجة المحبة أن القدم أو أثر القدم التي من عند رسول الله يضعوا قدمهم عليها. أي أثر يضع، يعني هو أثر للرسول، يضع قدمهم عليه اتباعا لخطوات الحبيب. وصل بالصحابة الأمر حتى يتبعوا خطوات الحبيب، يعني اتبعوا أعماله، اتبعوا سمته، هديه، معاملاته، أخلاقه، فاتبعوا خطواته فنجوا. ونحن هل اتبعنا الرسول حق الاتباع؟ والله سبحانه يقول ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. يعني هل نحن يعني والله المستعان إلا لم يتغمدنا الله برحمة منه وفضل والله لهلكنا. صدقت. يعني لولا رحمة الله سبحانه، لو كان غضبه يسبق رحمته ولو كان غضبه يغلب رحمته لهلكت الأمة كلها بهذا الكم الهائل من الذنوب، وبهذا الكم الهائل من العيوب، وبهذا الكم الهائل من البعد ومن الجرأة على الله. وصلت بنا الحقارة حتى نعتبر من يتبع الرسول متخلف، متشدد، متطرف. يعني هل هذا يليق بك يا مسلم؟ هل يليق بمسلمة تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتدعي الإسلام، لكن شكلها أو قلبها وقالبها ممكن لا تجد فيه ذرة إسلام، ممكن فقط قلبها أو كلامها، لسانها من ينطق، أما سمتها لا يدل على إسلام قط. يعني لا حجاب ولا إيمان ولا عبادات ولا معاملات. أين الحياء؟ أين العفاف؟ أين الحشمة؟ كل هذا اختفى في زماننا. صرنا ولا حول ولا قوة إلا بالله نرى البنت مترجلة، نرى البنت مترجلة، ممكن أفعال يعني أشياء لم يفعلها الشاب فعلتها هي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك يعني لا أريد أن أدخل وأفتح هذا الباب لأنه باب كبير جدا، لكن مع هذا الطرح الذي قدمته، هل إذا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وطرق باب أحدكم هل يرضى ويسعد باستضافتك له أو بك أنت كشخص؟ هل يسعد بك؟ يعني هل سيكون كلامه وجبت لك الجنة أم وجبت لك جهنم؟ فكرت في هذه؟ فقط إن فكرت في هذه يا أخي يوسف والله العظيم قد تخرج وقلبك يرتعش. أنت تعلم أن دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بينه وبين الله حجاب، وأنت تعلم يا شيخي أن كل الطرق مسدودة إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. كل الطرق مسدودة إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قال القول لا يرد. يعني قال وجبت لك الجنة، وجب لك النار وأعاذني الله وإياك من النار، وجبت. فماذا سنفعل؟ كيف سنلتقي بربنا؟ وماذا نقول للنبي صلى الله عليه وسلم حينما يرانا؟ هل سيقول تعالوا لأعطيكم من الحوض لتشربوا من الحوض، أو سيقول سحقا بعدا؟ ما الذي ترضونه؟ بالله أجيبه. والله سبحان الله هناك أعمق من هذا التفكير. سبحان الله أن يفكر الإنسان في القبر عندما سيسأل هل سيجيب
عندما يسأله الملكين هل سيستطيع أن يجيب؟ هذا في بداية الرحلة، هذا في بداية البرزخ، في المقدمة، لم يصل إلى الحساب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من نوقش الحساب عذب. سبحان الله، يعني إذا ناقشه فقط أنك قد فعلت بالدنيا كذا وكذا وكذا، هذا يعذب داخليا، ويعذب بسبب الأسئلة وشعوره بالندامة أنه قد فاته الكثير. فكيف في القبر وعندما يسأله الملكين ولا يستطيع أن يجيب أو أن يقال له كذبت؟ صدقت. فلا بد من العمل والاستعداد لهذا اليوم الذي هو يوم الرحيل. سبحان الله. وهذا يعني لا يستطيع الإنسان أن يقف في هذا الموضوع وأن يثبته الله سبحانه وتعالى إلا بالعمل. صحيح. نعم. بارك الله فيك. فأساسه يعني حتى لا نخرج عن موضوع الحلقة التي بنيناها، يعني فهذا يعني من محاور الموضوع طبعا، كيف حالنا مع القرآن وكيف نستقيم مع كتاب الله ونجعله دستورا في حياتنا. فمثلا نحن قلنا أن دعاء الرسول لا يرد، فتصور معي أن يشكوك الرسول إلى الله عز وجل. تصور معي هذا المشهد، فلان ينتسب إلى أمة النبي العدنان يشكوه الرسول إلى الملك الوهاب. أليست قاسية؟ أليس مشهدا قاسي؟ يا رب، طيب ما طبيعة يشكو الرسول هذا العبد المنتسب لأمته إلى الله؟ يا رب إن فلانا هذا اتخذ القرآن مهجورا. هجر القرآن، من هجر القرآن 3 ليال فقد هجر. 3 ليال فقط يسمى مهجور، فما بالك من هجره قراءة وتدبرا وتأملا وعملا وتطبيقا ودستورا. كل هذه الأنواع من الهجر، كل هذه الأنواع من الهجر. كيف سيتحمل هذا الشخص شكوى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف سيتحمل كل هذا؟ وكما قلت أن دعوة الرسول لا ترد. يعني حينما قال لشخص فقط أنه أظن أنه تفل عليه وشق ثيابه، الرسول هنا لأول مرة يدعو عليه ويقول اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. جاءه أسد فأكل رأسه مباشرة. تصور معي، يشكوك الرسول وأنت تنتمي لأمتي. نسأل الله السلامة. موضوع خطير، موضوع خطير، واقع أليم. أنا قلتها في البداية، واقع أليم تحياه أمتنا، وبعد يذمي قلب كل مسلم غيور. حينما ترى شخصا يجري أمام مباراة، أو يجري لعدم تفويت مسلسل ما، أو لعدم تفويت كليب من الكليبات الساقطة الغير هادفة، ويترك أساس الأساس وحياة الحياة ودستور الكون في هذه الدنيا، يتركه من أجل لعاعة فانية. يعني تخيل معي، أليس واقعا أليما هذا يا شيخي؟ بلى والله. إذن كيف؟ وهذا السؤال هو المطروح لك يا شيخي حتى أعطيك الوقت الكافي لتجيب، وليكون الجواب عندك جوابا شافي. كيف نستقيم مع كتاب الله، وكيف نعود له وتصفى وتطمئن قلوبنا بذكر الله؟ تفضل. الله أكبر. سؤال يعني والله سبحان الله، يعني لا أدري كيف أخاطب الناس عن القرآن. يعني لابد لكل مسلم أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى خاطب المؤمنين بالقرآن. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم عندما كانوا يسمعون يا أيها الذين آمنوا
كان وكأنها يعني الطيور تقف على رؤوسهم، كلهم سكوت وكلهم استماع لكلام الله سبحانه وتعالى. فلا بد للإنسان أن يزرع هذا الأمر في نفسه، أن القرآن هو خطاب الله لي، وأنا كم أحتاج وكم أشتاق إلى أن أسمع كلام الله سبحانه وتعالى، وإلى أن أعرف ماذا يريد الله سبحانه وتعالى مني، وأن أعلم ماذا يحب الله سبحانه وتعالى من الأعمال. هذا كله لا نجده إلا في القرآن. فكيف للإنسان أن يقول حبيبه الله وهو لا يقرأ القرآن، وهو قد هجر القرآن، وهو لا يتدبر القرآن؟ والله سبحانه وتعالى يعلم أن القرآن يحتاج إلى تدبر عز وجل. لذلك عندما خاطب المؤمنين، وعندما خاطب الكفار، وعندما خاطب جميع الناس في القرآن، وبخهم على تركهم لتدبر القرآن. فالله سبحانه وتعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ألا يتدبرون القرآن أم قلوبهم قفلت؟ وهذا دليل أن الإنسان إذا ما عاهد نفسه مع القرآن، وإذا لم يتدبر كلام الله سبحانه وتعالى، ولم يعود إلى خطاب الله سبحانه وتعالى له، سيقفل على قلبه، وسيصبح في قلبه قساوة. وسبحان الله النبي عليه الصلاة والسلام كان في كل عام يعرض القرآن على جبريل، وهو الذي أنزل عليه القرآن. فمن نحن حتى لا نقرأ القرآن حتى في السنة مرة؟ وكنت قد قلتها يعني البارحة، أن سبحان الله أحدنا حتى عندما يأتي رمضان يقرأ القرآن وإلى آخره، ولكن يعني لا يتدبر آياته. فكيف إذا لم يتدبر آياته كيف سيعمل به؟ وقد سألني الأخ محمد يوسف أنه كيف لنا أن نعمل مع القرآن، وهذا السؤال يندرج تحت سؤالك أخ عمران، أن الإنسان لا بد له أن يتدبر، لا بد له أن يتدبر هذا الكلام، لأنه كلام الله، ولا يتدبر إلا بالتفسير، إلا بالبيان. ونأخذ التفسير أيام آية بآية، آية تفسر آية، أو حديث من النبي عليه الصلاة والسلام يفسر آية، أو أقوال الصحابة. هذا التفسير من أين أتي به؟ كلنا يقرأ القرآن في رمضان، يقول قد ختمت ختمة واثنان وثلاثة وأربع. طيب هل علمت ما معنى هذا الخطاب الرباني؟ يقول وأحدهم يقول يعني أنا أقرأ القرآن ولكن لا أشعر برقة في قلبي، أو لا أستشعر الخشوع، لأنك تقرأ بلا تركيز وبلا تدبر وبلا تمعن لهذه الآية. اليوم سبحان الله الأمر أصبح سهل جدا. لا أريد أن أقول على الإنترنت وأن يخرج التفسير على الجوجل، أو هناك تطبيقات يعني جاهزة يعني يستطيع الإنسان أن ينزلها على الهاتف من المتجر، وإنما هناك أصبحت مصاحف وطبعت بشكل عظيم. ولا أعرف إذا وصلت إليكم في المغرب المصحف مع التفسير الميسر، يعني نجد ورقة المصحف وعلى إطارها هناك تفسير. سبحان الله حتى الناس، يعني أنا كنت أتحدث بمثل هذا الحديث أمام أحد الإخوة، قال لي يا شيخ سبحان الله قبل أن أسمع كلامك كنت أقرأ الكلام اللي بداخل الصفحة وما أطلع على الهامش، ما أطلع على التفسير. طيب لماذا كان يعتقد أن القراءة فقط هي قراءة أحرف؟ القراءة عظيمة وأجرها عظيم، وقد قلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وأن الحسنة بعشر أمثالها. ولكن لا بد من التدبر، لا بد من الفهم لهذه المعاني ولهذه الآيات التي يخاطب الله سبحانه وتعالى بها الناس.
وهكذا عندما يعني يتمعن الإنسان أن القرآن هو خطاب الله لي، وأنا عندما أشتاق إلى الله سبحانه وتعالى لابد لي أن أسمع خطابه لي. ماذا حدث الصابرين؟ ماذا حدث من منا لا يقع في بلوى ويحتاج إلى أن يسمع آيات الصبر وإلى أن يتدبر معانيها؟ كلنا يجد همه في القرآن. سبحان الله، يعني سمعت مقولة جميلة وكنت قد تكلمت أنت أخ عمران على الغناء، أن الإنسان عندما يسمع الأغاني قد يرتاح من المشكلة، ولكن هل تحل؟ هل يجد حل للمشكلة في أغنيته التي سمعها؟ أبدا، بل زاد الطين بلة بإثمه بسماع هذه الأغنية. ولكنه لو سمع للقرآن ولو تدبر القرآن لوجد حل المشكلة، لوجد حل المشكلة، لأنه إرشاد رباني ممن خلق هذا الكون وأبدع في هذا الكون، وهو الذي خلقك وهو الذي ابتلاك، وهو سيدلك من خلال كتابه عز وجل إلى الطريق الصحيح وإلى طريق الصواب. من خلال ماذا؟ من خلال كتابه. فكيف أنت تقول أنك سعيد أو أنك تحب الله سبحانه وتعالى وأن حياتك غير مستقيمة وتشكي وتنعي وأنت لا تستقيم حياتك مع القرآن الكريم؟ ليس لك ورد يومي من القرآن الكريم ولو صفحة. يا أخي اقرأ صفحة مع التفسير. والله سبحان الله، قد جاء أخ من فترة من بريطانيا والتقيته هنا في لبنان، قال لي شيخ يعني معلش أريد أن أسألك بعض الأسئلة. سبحان الله يا أخ عمران، وجدت أن عنده شيء من الالتزام وشيء من التدبر في كلام الله، اللي أنا كل يوم لا أستطيع أن أنام إلا أن أقرأ ولو صفحة مع التفسير. وهذا الأمر عزز عنده المعرفة وحب الدين بشكل كبير، ومع أنه مقيم بين أظهر الكافرين والمشركين. قال لي استقامت حياتي، يعني أنا أصبحت أعرف كيف أعيش بين هؤلاء الذين هم ليسوا من ديني وليسوا من ملتي وليسوا على طريق الهدى، وأصبحت أعرف أن أتعامل معهم وأن لا أضل بطرقهم. كيف استقامت حياته؟ استقامت حياته بالقرآن، عندما بدأ يقرأ ولو صفحة مع تفسير قبل أن ينام. القرآن لابد له أن نعطيه أكثر من ذلك بكثير. الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله روي عنه أنه أصبح يبكي في آخر حياته، وقال يعني أنه سئل أنه ما يبكيك أو على ماذا تتحسر أو شيء من هذا القبيل، وهو الذي له المؤلفات الواسعة والشاسعة، والذي قالوا أنه لو أن يعني منذ ولادته إلى وفاته كان يؤلف في اليوم 50 صفحة، 50 صفحة على تقدير مؤلفاته التي وجدت اليوم، والكثير من المؤلفات لم توجد ولم تحقق إلى الآن. سئل على ماذا تتحسر؟ قال أتحسر على كل دقيقة أضعتها في غير كتاب الله. الله أكبر. إنسان منذ ولادته، منذ أن كان عمره أيام إلى وفاته، قدر عدد الصفحات التي يؤلفها في اليوم 50 صفحة، يقول أبكي على كل دقيقة أضعتها في غير كتاب الله. نحن ما حالنا مع كتاب الله؟ وسبحان الله كيف وازداد البلاء ببلاء الهاتف. كل عمل الدنيا وكل ضغوطات الدنيا والعمل والأسرة وإلى غير ذلك، ومع ذلك كذلك الأمر الهاتف أبعدنا عن القرآن. أصبحنا نجلس، وهناك على الإنستا، على هذا التطبيق الإنستغرام، وجدت أن هناك حساب للساعات كم تقضي من الوقت على الإنستا، على الإنستغرام تجدها في صفحتك. انظر كم تقضي من الوقت. يا أخي خصص نصف ساعة للقرآن، وانظر الفرق. انظر أنت الفرق في حياتك. سبحان الله. النبي عليه الصلاة والسلام إذا بالأذكار وفي الاستغفار قال من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق
مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فكيف إذا التزم بالقرآن بخطاب الله سبحانه وتعالى وتدبر معانيه وعرف ما له وما عليه، كيف ستصبح حياته؟ ستصبح حياته جنة. الكثير من الأخوة مثلا المتزوجين تجده يشكي وينعي ويقول والله لقد يعني ضربت بالعين أنا وزوجتي، أصبنا بالعين، أو ابني أصيب بالعين، أو أن بيتي لا يهدأ من المشاكل. اسأله متى آخر مرة قرأت القرآن في البيت؟ متى آخر مرة قمت بتشغيل الراديو أو اليوتيوب أو غير ذلك على القرآن أو التلفاز؟ أبدا. قس بالمقابل كم سمع من الأغاني، وكم سمع من المنكرات، وكم شاهد من المسلسلات. تجده شاهد الكثير، لا يمضي يوم إلا وقد إن لم يشاهد مسلسل شاهد أكثر من مقطع فيديو لمسلسلات على مواقع السوشيال ميديا. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما أشار إلى أن البيوت التي لا تدخلها الشياطين قال بماذا؟ بالقرآن. البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. البقرة أخذها بركة. أخذها بركة بماذا؟ لم يحدد النبي عليه الصلاة والسلام. بركة في العمر، وبركة في الرزق، وبركة في الوقت، وبركة في الأولاد، وبركة في الزوجة، وفي الحياة، وفي المعاشرة. أخذها بركة وتركها، طيب ما عليه شيء اللي بيتركه؟ قال صلى الله عليه وسلم تركها حسرة. حسرة وغصة في القلب حسرة أنك لم تقرأ هذه السورة، نعم، ولم تتدبر آياتها، ولم تعمل بما فيها من أحكام. ولا يستطيعها البطلة، أو ولا تستطيعها البطلة. من هم البطلة؟ هم نساء السحرة، النساء السحرة الكبار. ما بتستطيع أن تقدر على هذه السورة العظيمة، والتي هي إذا الإنسان قرر أن يقرأها يوم في اليوم مرة، وإن اعتاد قراءتها، والأفضل أن يحفظها، لا تستغرق معه الساعة. هي مدتها يعني في الاستماع مدتها 2.5 ساعة تقريبا، وهذا ليس نعم كثيرا. هذا مع الترتيل. مع الترتيل نعم. في لو كانت قراءة يعني مسرعة على 1.5 ساعة، لو كانت قراءة مسرعة يعني 1.5 ساعة. أن يقرأها في عيونه يا أخي. يا أخي في اليوم يقرأ منها 5 صفحات، يا أخي ربع، 2.5 صفحة باليوم. صحيح والله نعم المهم أن تقرأ في البيت، المهم صحيح. أن تتدبر آياتها صحيح. وأحكامها. هناك من يقرأ يعني سورة البقرة حتى يعني الحمد لله، يعني أنا وأمي الحمد لله يعني مداومين على قراءة سورة البقرة يعني أحيانا. فصرنا لما نجلس مثلا نقرأ البقرة هكذا السورة، يعني صرنا لا نشعر بالوقت. يعني بدأنا بألف لام ميم وتقول السورة طويلة، لا نشعر بأنفسنا حتى نكون وصلنا إلى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آمين. الله. يعني سبحان الله بهذه السرعة، لأن قلبك تعمق مع الصورة وجوارحك ذهبت مع هذه الكلمات ومع هذه الخطابات، فما شعرت بطول الوقت. صدق. فإن داومت البداية ستكون صعبة، البداية ستكون صعبة، أكيد. لكن إن داومت وأنا أقول ابدأ ولو بصفحة، ابدأ بالقليل. قليل دائم خير من كثير منقطع. صحيح صحيح، بارك الله فيك. فيعني نعم. كيف نستقيم على القرآن؟ وفيكم بارك. بقراءته وتدبره والعمل به والمداومة والعمل عليه. به. نعم صدق. إن كان لك ما تضيف فأتحفنا نتعلم منك. والله يعني أنا أضرب أمثلة بسيطة، ولكن هذا من الأمثلة المنتشرة كثيرا، أن الناس تشكي وتنعي من هذا السبب، أنه لا بركة في الوقت، لا بركة في المال، لا بركة في الزوجة، لا بركة في الأولاد. يا أخي سبحان الله، حتى صورت فيديو ولم أنشره أتكلم فيه عن الخيرية، أن أحدنا ومن منا لا يتمنى أن يكون
أو ولده من خيرة الناس. سبحان الله، كلنا يحب ذلك وكلنا يتمنى ذلك. سبحان الله، كلنا يسعى لذلك، وتجد بعضنا يعني يرسل أبناءه إلى مدارس وإلى جامعات باهظة التكاليف وتحتاج إلى رسوم باهظة جدا بآلاف الدولارات، وإلى جامعات أوروبية وإلى غير ذلك. وهذا ليس بخطأ، وهذا ليس بخطأ، ولكنه لا يحرص ولو لساعة واحدة أن يكلم ابنه عن القرآن، والذي هو فيه الخيرية، الذي فيه الخيرية البتة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول خيركم، خيركم، يعني هذا خطاب عام وشامل لكل. أشرفكم يا أيها الناس من تعلم القرآن وعلمه. علم ولدك القرآن حتى يحسن تعلمه ويعلمه للناس، ويحظى بالخيرية في الدنيا والآخرة، وليس فقط في الدنيا أو وليس فقط في الآخرة. صحيح. جزاك الله خير. هكذا يعني يستقيم الإنسان حياته. اللهم آمين وإياكم إن شاء بارك الله. الله فيك. يعني قد تجد يعني وفيكم أب يفني حياته ليعلم ولده الكيمياء والرياضيات أو العربية أو الفرنسية صدقت، الإنجليزية. ولا يحفظ الفاتحة. نعم، نحن لا نقلل من هذه العلوم كلها ولا نقلل، بل أهلا وسهلا وجميل جدا أن تكون اللغة لأطفالنا ثقافات أو لغات جديدة أو لغات أخرى يتعلمها حتى يتسنى له أن يتواصل مع العالم. لكن ما قيمة هذه العلوم إن لم يكن أشرف هذه العلوم جزءا من وقت يتعلم فيه الولد آية من كتاب الله مدبرة بتدبر ومفسرة وواضحة. ما قيمة هذه العلوم أمام هذا العلم؟ لأن شرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير هذا كلام الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة، معدن كل فضيلة، وهو أصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة والنجاح في الدنيا بصحبة الحبيب، في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومن والاه. فلا بد من أن نركز أكثر على أن نتعلم كتاب الله، نتعلمه ونعلمه، ونسأل الله أن يرزقنا هذا. إذن إن كنا نحن في هذا الواقع في حالة هجر وفي حالة تهاون في القرآن، ودعونا في القرآن، إن كنا في حالة تهاون نحن يعني بشر ننشغل، ولكن هذا لا يعني أننا نترك بمرة، لا نعود، ننشغل بالدنيا كلها ولا نبرئ أنفسنا والله، لكن فلنعد ونخصص ساعة لله، ساعة والله ساعة فراغ. عندك وقت فراغ، ذلك الفراغ ماذا تفعل فيه؟ تجلس وتشاهد وتضحك وتأكل وتشرب. فلتخصص في هذه الأوقات كلها ساعة واحدة لربك، تجلس وتتدبر وتتفكر حتى يحيا القلب بكلام الله، فكلام الله حياة للقلوب. وأنا قلتها يوم أمس، إذا كان البدن يحتاج إلى غذاء حتى تزيد قوته، حتى يكون في بنية قوية، حتى يكون يعني قادرا على الصنع والابتكار والإبداع، فإن القلب أيضا يحتاج إلى غذاء حتى يحيا وحتى ينير ويبصر. فالبصيرة هنا لا نعني بها بصيرة العين، وإنما بصيرة القلب ورؤية الطريق الصحيح، وأن نصل بقلوبنا إلى القلب أو إلى مرحلة القلب السليم. ذكرونا بالآية: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب، لكن بقلب ماذا؟ سليم.
فلنسلم قلوبنا من كل شر، ولنستيقظ من رقدة غفلتنا هذه، ولنعد إلى حياة الحياة، وإلى دستور الكون، وإلى واقعنا العملي، وإلى منهج الحياة. فلنجعل كتاب الله دستورنا وطريقنا المرسوم، إذ لا حياة ولا فلاح ولا سعادة ولا غنى، أقولها بملء فمي وأعلى صوتي، إلا بالعودة إلى كتاب الله. فبكتاب الله تستقيم حياة الأطباء، وتستقيم حياة الرؤساء، وكل البلدان في الدنيا إن عادت لكتاب الله كانت حياتها وكان واقعها يعني أجمل واقع. فلنعد لكتاب الله حتى تكون حياتنا جميلة بذكر الله، حتى تكون قلوبنا مطمئنة، لا نخاف لا من الشرق ولا من الغرب، لا نخاف من أي شيء إلا من ربنا سبحانه وتعالى. ونسأل الله أن يثبتنا على الدين وعلى طاعته حتى نلقاه. هناك سؤال أظن يعني جاءني عن يعني كيف نثبت عن يعني يقرأ القرآن لكن يعني ممكن يعني يتهاون، ونحن قلنا أن الإنسان ينشغل، يعني كيف نثبت على قراءة القرآن ونعود؟ أنا أقول يعني هذا في القرآن وفي مختلف العبادات، وإن كان لك إضافة شيخي فتقدم، يعني بارك الله فيك. الله يكرمك. فعليكم بدعاء، وهو اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. دعاء شامل جامع. لكن أنا من قبل قليل كنا نتكلم ونقول أن هذا الدعاء وغيره من الأدعية لا تقال بالألسنة فحسب، ليس كلاما تردده الألسنة دخانا يطير في الهواء، ولكنه قول باللسان وتصديق. فإن صدقت الله صدقك، وإن صدقت في نيتك وفقك ربك. أنت أردت فقط أن تستقيم على الطريق الصحيح، والله لجعلك ربك مستقيما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فكتاب الله إنه لقرآن كريم، قرآن كريم 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 في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. هو في لوح محفوظ معصوم من كل الأخطاء والزلات، فهو سيقوم اعوجاجنا، وهو الذي سيسد ثغرات أخطائنا، وهو الذي سيصلح واقعنا. فهو كتاب الله الحصن الحصين، السراج المنير، الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة، ولم لا، وهو كلام الله عز وجل، أصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة في الدنيا وفي الآخرة بصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله. شيخي إن كانت لك إضافة حتى نختم بها البث، وليكن ختامنا مسكا وطيبا، فأنت المسك فاختم بارك الله. الله يجزيك الخير. كما قلنا وأسلفنا أن الإنسان يلتزم وإن كان بالقليل، ولا يعني ومن المستحيل أن لا يكون لأحدنا أو لأحدنا ساعة أو نصف ساعة مع الله سبحانه وتعالى. يستحيل أن الإنسان لا يتفرغ من 24 ساعة واحدة مع الله سبحانه وتعالى يا أخي، وإن لم تكن نصف ساعة، بصفحة مع التفسير والتدبر، ويحاول أن يعمل بما فيها وبمقتضاها من كتاب الله سبحانه وتعالى. وبهذا تستقيم الحياة بشكل كامل. يعني سبحان الله، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا. شو يعني ربيع؟ يعني يحيا به القلب، والقلب من غيره ميت، والعمل من دونه، ولا يوجد عمل أصلا من دونه.
إذا الإنسان ما كان معه لا يوجد عمل يقربه من الله سبحانه وتعالى. فبهذه الكلمات الربانية، وعندما يستشعر الإنسان أنه يقرأ كلام الله، الله سبحانه وتعالى الذي تلفظ به، والله سبحانه وتعالى الذي تكلم به وأعطاه لجبريل، وجبريل كلم النبي صلى الله عليه وسلم به. عندما يستشعر هذه العظمة الإنسان هو يتشوق ويشتاق لأن يفهم مع هذه المعاني. كل هذه الخطوات كي تصل لنا هذه الرسالة، فلا بد لي أن أفهم معناها، لأنها رسالة من؟ رسالة الله، رسالة رب الأرباب ورب الجبابرة رب العالمين. إذا الإنسان أتته رسالة من حبيب من قريب، كيف يسعى لاستماعها وكيف يسعى لقراءتها؟ فكيف الرسالة من الله الذي خلقنا وكوننا وأحسن صورتنا وأحسن حياتنا وسخر لنا الأرض والسماء وإلى غير ذلك؟ كيف هذه الرسالة؟ كيف سنتعامل معها؟ لابد أن نلقاها باشتياق. والإنسان سبحان الله بعد فترة سيعشق هذا الأمر، سيتعلق به، سيصل إلى حد التعلق بكلام الله عز وجل وبخطاب الله عز وجل، فسيصبح يقرأ أكثر من صفحة وأكثر من ساعة، وسيجلس مع الله سبحانه وتعالى وينسى نفسه، لأنه سيؤخذ من عالم الدنيا الفانية ويتعلق بالآخرة. وبهذا تعلق الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، بهذا تعلقوا بالآخرة، وأصبحت الدنيا لا تعني لهم شيئا، أصبحوا يحبون الآخرة وأصبحوا يحبون لقاء الله سبحانه وتعالى. صدقت. والحديث يا سبحان الله عن هذا الموضوع يطول، وإن شاء الله لنا لقاءات أخرى كما قال الأخ يوسف، وهناك الكثير من الكلام يحتاج الكثير من الآذان. وسبحان الله أنا اليوم تعبان أعلم والله، دائما أشق عليك، فوالله اعذر. لا سامحك الباري، الله يسامحك، جزاك الله خير. بالعكس والله. بارك الله فيك. أنا فقط سأخرج من هذه الحلقة بخلاصة. إخواني وأخواتي في كل بقاع الأرض اعلموا أن الناس صنفين: الذاكر لله حي ولو حبست منه الأعضاء، والغافل عن الله ميت ولو تحرك بين الأرجاء، ولو ملأ الدنيا ضجيجا وصراخا وعويلا وجريا نحو ملذات الدنيا فإنه ميت. الروح موجودة والبدن ما شاء الله قوي، لكن القلب ميت. إن موت القلب أخطر شيء، لأنه إن مات القلب وقعنا في قيود اتباع النفس والهوى، وصرنا ضعفاء، وصرنا لقمة سائغة للشيطان وللدنيا. صار كل شيء يغرينا وكل شيء يبعدنا يوما عن يوم عن ربنا. فإن ابتعدنا عن رب العزة سبحانه وتعالى يعني لمن سنقترب؟ لمن؟ لشخص فاني آخر؟ أم لدابة ولا حول ولا قوة إلا بالله ليس لها عقل كما يفعل الهند؟ يعني لم يجدوا طعم الإيمان في القلب، فلا حول ولا قوة إلا بالله صاروا يعبدون البقر أعزك الله. أرأيتم في هذا النموذج فقط خطورة البعد عن الله عز وجل؟ وهنا أقول وليسمح لي الجميع: ماذا فقد من وجد الله؟ وماذا وجد من فقد الله؟ ماذا وجد من فقد الإسلام؟ وماذا فقد من وجد الإسلام؟ ماذا وجد من فقد القرآن؟ وماذا فقد من وجد القرآن؟ القرآن دستور الحياة، تمسكوا به، استمسكوا به،
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، استقيموا ولن تحصوا، وسددوا وقاربوا، وسلوا الله لكم الثبات على الدين وعلى طاعته حتى نلقاه بقلب سليم بإذنه عز وجل. ونسأل الله في هذه الساعة أن يتجاوز عنا وأن يرحمنا برحمته الواسعة، وأن يجمعنا مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بحبنا له، وإن قصرت أعمالنا ولكن رحمته سبحانه وسعت كل شيء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. شكر الله لشيخ الفاضل على قدومه وتشريفه لنا، وشكر الله لإخواننا وأخواتنا ممن تفاعلوا وممن شاهدوا وممن شاركوا وممن دخل وخرج. شكرا للجميع، ومن لم يشكر الناس لا يشكر الله سبحانه وتعالى. شكرا لكم جميعا من القلب، وأشهد الله أني أحبكم في الله عامة، وأحب شيخي يوسف خاصة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أحبك أن لا الذي إله. أحببتني. بارك الله فيك. أستغفرك أشهد أن لا وأتوب إله إليك. إلا أنت، أستغفرك فيكم وأتوب بارك إليك. الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.